والقصة قصة وقصيدة قصواقية. أخوي عمره 14 سنة، اضطروا القميص قال لها غسليه أروح وأرجع ألبس، راح صار انفجار، توفى بالانفجار. فثالث يوم ندور عليه، ثالث يوم والدته اخذت القميص راحت بيه للمستشفى، تحكي الدكتور تقول له يما ما جاكم بقد هذا القميص، وليده هذا العاف عين مساهره، كان مني مرني ليلة تلاوى بيه، وهسه مني مرنك كالظل خاصرة. يما هم ينشدكم ام تمرني، لا يخاف قلتوا له نست مو شاطرة، ابن حيل ويعم الفراش حوك، ابن حيل ويعم الفراش حوك، وما ينام الليل اذا ما ناطره. قال لي من ارجع تغسلي لي القميص، وخاف شي ناسي تظل بخاطره. قال لي من ارجع تغسلي لي القميص، وخاف شي ناسي تظل بخاطره. ايش كم علق بجفوف طب حضرة امام، اي والله لو احسبها بيرخ شامره. ويا حسين ايش عنده غيرك، يا حسين ايش عنده غيرك، والله ذا يرجع لسالم انذر العبد الله بير. يا حسين ايش عنده غيرك، والله ذا يرجع لسالم انذر العبد الله بير. ما اسمعك يما شو صوتك بعيد، يلا عاذرتك ترف صوت الحرير. حيرت ومكفاك شالا منه روح، وعقله ما يستوعب القاعد يصير. كنت لولي لك واذا فزيت اقوم، هيك اهوس لك رغم بعدك صغير. بس كون سالم يا الولد يومي يزف لك مره. السلام عليكم. صباح. انا خليني في واحد. انا راح اتبرع واكون اول واحد، هلا اكون كبش فداء للجنه اللي تاثرت، واكيد التاثر انا اكثر ايضا متاثر. انت استليت مشهد يومي من تاريخ العراقيين، مشهد يتكرر بكل محافظه وبكل منطقه وبكل لحظه وبكل ساعه بالعراق، وكنت ماهر بتصوير هذا المشهد الى الدرجه اللي اثرت بينا حقيقه، ولامست شغاف قلوبنا ومشاعرنا، وكنت بارع جدا في ان تخلينا نعيش اللحظه ونكون نعيش مشاعر هذه الام الثكلى بفقدان ولدها. بوركت على هاي القصيده، ودموع اللجنه هي تكفي ان تكون جواب عن اعجابهم بيك وبقصيدتك. شكرا استاذ. أنا ما أقدر أقول أهنيك لأنه هو أعتبره مصاب. أنا ما شفت قصيدة، أنا شفت مشهد درامي واقعي من صلب الواقع. هذه اللي كنا نقول عليها انه طبعا انا اسف استاذ. الشعر لا بالعكس، هو مرات الدمعه شويه تريح. الشعر اللي ينسمع بالجلد ما ينسمع بالاذن. فانت اليوم سمعناك بالجلد، الله يرحمه اخوك. شهاده استاذ. يعطيك الصبر والسلوان الوالدتك. كنت موفق بتوضيح هاي الحاله بوحده موضوع جميله جدا، واريد منك بعد اذا ان شاء الله تعبر لمرحله ثانيه، وحتى لو ما عبرت تبقى هاي القصيده خالده وتكتب احسن من عندها. شكرا لك. شكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا جزيلا محمد. شكرا.